نيره قالت لك ايه؟ نيره بنت الاحمر، نيره بنت الاحمر قالت لك ايه؟ قالت لك هو الناس بتمشي من النادي الاهلي وما بيطلعوش بيتكلموا علشان بياخدوا مستحقاتهم كامله. نعم، وامور يعني خير. عاوزاهم ايه؟ يبقوا زي فرجاني ساسي، ولا زي جوميز، ولا زي مساعدين جوميز، ولا زي جروس؟ امور يعني، امور عاوزه ايه؟ عايزه ايه يا اموره؟ عايزه ايه يا ماما؟ عايزه ايه يا بنتي؟ عايزه ايه؟ انت مين جابك؟ انت جايه تعملي ايه؟ انت مين؟ جايه تعملي ايه انت؟ ويقعدوا مجلس اداره وبتشتغل في صوت الراديو، ما نعرفش اذا كانت بتقبض ولا ما بتقبضش، وبتشتغل في القناه. هو في ايه؟ هو في ايه؟ ايه كميه التداخل وايه كميه الشغل اللي ضده؟ ايه وكميه التصريحات؟ ولا انا اخد تصريحك ده على انك اعلاميه، ولا اخد تصريحك ده على انك عضو مجلس اداره، ولا اخد تصريحك ده على انك ايه بالظبط؟ وايه الملف اللي انت نجحتي فيه؟ وايه هي مؤهلاتك عشان تبقي موجوده وطالعه بتتكلمي بتقولي ايه وبتمثلي مين ومين اللي كاتب لك؟ ايه اللي احنا شايفينه ده؟ تامر عبد الحميد لاعب الزمالك السابق ماسك نيال الاحمر يا عيني يمين وشمال وفوق وتحت وايه. قال لي الكلام اللي قلته امبارح، قال لا انت عايزاه ما يدفعوش عشان يبقى زي جروس وغيره. هي كانت عايزه ايه من الفيديو برضه؟ يعني عايزاه ما ندفعش، ولا احنا جايبين مدرب بسعر عالي، ولا ايه ولا ايه ولا ايه؟ انا ايه؟ تامر عبد الحميد ده، تامر عبد الحميد ده يعني كده يعتبر الدمل في ظهر مجلس اداره نادي الزمالك بسبب تصريحاته. الله اعلم بقى حقيقي ولا مش حقيقي، الله اعلم، ما اعرفش، ما اقدرش اقول اكيد، وممكن ما اقدرش اقول لا، ولكن تصريحات عن الهلال الاحمر تصريحات منطقيه يعني.